السلام عليكم، مرحبا بكم بنات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. طليت عليكم بالخير والربح ان شاء الله. اليوم جيتكم بهذه التحليه الاكثر من رائعه ذوقا وشكلا ومن اروع ما يكون بذوق الفراوله. ان شاء الله تعجبكم البنات، يعني راح نعطيها لكم بمقادير جد بسيطه وتخرج لكم كميه ما شاء الله. بلا ما ننسى نرحب بكل متتبعاتي الوفيات ونرحب بكل متتبعه جديده، ونقول لكم ما تنسوش دعمكم للقناه فضلا وليس امرا. خليوا لي جيم، خليوا لي تعليق للقناه، وخليوا لي ابوني هكا باش تكبر العائله تاعي بكم باذن الله. اولا راح نمروا للمقادير وطريقه التحضير. بلا ما ننساو نصلوا ونسلموا على رسول الله ونقولوا بسم الله. عندي 2 كيسان تاع الحليب في كسرونه، ضفت عليهم 2 معالق تاع نشا، وضفت عليهم 3 مغارف كبار تاع السكر. مقادير راهي مضبوطه جدا البنات. وهنا راح نضيف عليهم 2 ملاعق تاع فلون بذوق الفراوله. البنات هنايا اللي ما توفرش عندها الفلون ممكن تزيد ملعقه اخرى تاع نشا، يعني دير 3 مغارف تاع نشا، ودير عطر الفراوله اللي كان ما توفر عندك. هكا المهم تحصلوا على هذا اللون وذوق الفراوله. راح نخلط كل شيء بارد في بارد ونحطه فوق النار مع الخلط المستمر حتى نحصلوا على كريمه. وفي جهة أخرى كانوا عندي 4 حبات كبار تاع فراز، قطعتهم بهذا الشكل صغار، يعني مكعبات صغار. ضفت عليهم ملعقة كبيرة تاع سكر، راح نخلطهم كيما هكا مليح حتى يقيس لي السكر كامل الفرازة تاعي، ونغطيها ونحطها في الثلاجة حتى تطلق هداك السيرو تاعها. وهنا بعد ما وجدت لي الكريمه تاعي البنات كنت فرغتها في ريسيبيون، غطيتها بابي الفيلم وحطيتها في الثلاجه حتى بردت مليح، يعني بدون اطاله للفيديو حبيت نختصر عليكم الوقت. راح نجيبها كيما هكا، يعني خليتها حتى بردت تماما، وراح نجيب الباتر يعني نحركها شويه كيما هاك. من بعد راح نضيف عليها 3 مغارف كبار تاع لا شونتيي. يعني من الاحسن البنات اختاروا الشونتيي اللي تكون تجي شويه هكا حرشه في يديكم، يعني كي تمسيها تجي حرشه وما تجيش بيضه بزاف، يعني تجي رايحه هكا للبلون كاسي. اما هذيك الشونتيي اللي تجي كيما سكر كلاص، يعني تجي بيضه بزاف وتجي رطبه بزاف، يعني رطبه قريب كيما المايزينا، هذيك ما تطلع لكمش مليح. يعني اختاروا النوعيه اللي تكونوا راح تشروها. بلا ما نسمي لكم حتى اسم، يعني مانيش ندير لكم في الاشهار، لكن هذه هي الطريقه اللي تختاري بها لا شونتيي تاعك. كما راكم تشوفوا البنات هنا طلعتها حتى تكاثف في الخليط، يعني ماشي تشوفوها طلعت شويه تقولوا خلاص، طلعوها مليح يعني حوالي 5 دقائق وانتيا تضربي بالباتر. شوفوا الكريمه البنات اللي تحصلت عليها راح نحطها في الثلاجه ونجي نخدم البسكوي تاعي. هنايا عندي بسكوي، ديري يعني البسكوي اللي توفر عندك رحيته فلاشوا، وراح ندير له 3 مغارف كبار تاع المارغرين ونخلطوه هكا حتى يتشمخ كامل بالمارغرين. هذا راح نديرو كطبقه اولى في التحليه تاعي. بالنسبه لليفيرين البنات جبت لكم هاد ليفيرين اللي راهم دايرين حاله في مواقع التواصل الاجتماعي، زعما راهم الترند تاع هذا العام، راهم كامل يخدموا به اصحاب المشاريع وحتى اللي تخدم في دارها عادي. شوفوا انا شريتهم ب 18000، جايين 6 ب 18000، واكيد اللي تكون راح تستعملهم كمشروع راح تشريهم بسعر اقل. كما كاين محلات لقيتهم عندهم حتى 25000، يعني خموا قبل ما تشرو وحوسوا على البلاصه اللي تكون تبيع رخيص، يعني المحل اللي يكون يبيع رخيص. شوفوا كيفاش جايين، يعني صغار وشابين للتحليات، وتاكلي تحليه تاكلي وحده يعني ما تقهمكش، ماشي كبيره بزاف. هنا جبت لي فيغين تاوعي وجبت البسكوي اللي كنت شمختو في المارغرين، وراح نبدا ندير هكا كطبقه اولى بلا ما تضغطوا ضغط كبير بنات. يعني هنا شوفوا ديجا لي فيغين تاوعي راهم فيهم هذاك التريم لتحت، يعني راهم دايرين لك وين تحبسي البسكوي هكا باش تجينا كامل يعني الطبقات قيس واحده. كي تحطي لي فيغين قدام بعضهم يبانوا كامل قيس واحد كيما هكا البنات. يعني انا مانيش نضغط ضغط كبير، برك غير شويه هكا باش نتحصل على خط مستقيم هكا. يعني كي تشوفي في لي فيغين تاوعك يبانوا باللي مفينيين، الخدمه تجي مفينيه بهذه الطريقه البنات. يعني انا تبعت الخط اللي راهو في لي فيغين. هنا كل شيء راهو واجد. نجو للمونتاج تاع لي فيغين تاوعنا. عندي اولا شرائح تاع فريز، قطعيهم رقاق بزاف باش يوقفوا مليح مع لي فيغين تاوعك، يعني كي تكون رقيقه راح تلصق مع الفيغين تاعك. كيما هكا درت 4 شرائح لداخل بهذه الطريقه. يعني التزيين يبقى اختياري البنات، ممكن تستغنوا على هذه المرحله وديروا تزيين من يعني من ابداعكم. انا برك حبيت نزين كيما هك.
هكا. البنات اللي وصلت معايا لهذه المرحله نقول لك ما تنسيش حبيبتي تخلي لي جيم للفيديو، بارطاجي الفيديو مع صحاباتك وحباباتك باش يوصل اكبر عدد من المشاهده، وكيما تقدري تبارطاجيه عندك باش ان شاء الله نهار تحتاجي الوصفه تلقايها محفوظه عندك في الماسنجر. شوفوا البنات هنايا جبت هذيك الكريمه تاعي كنت فرغتها في لابوش وراح نخدمها بهذه الطريقه. يعني هذه التحليه شابه بزاف، اقتصاديه وبريستيج، يعني ما فيهاش مكونات بزاف، يعني بزوج مغارف تاع فلون و3 مغارف تاع شونتيي راح تخرجي كميه ما شاء الله، وغير بزوج كيسان حليب. انا عمرت لي كميه كبيره، يعني عمرت لي هاد السته تاع لي فيغين، وعمرت لي 3 واحد اخرين من الكبار، حتى درت لهم تزيين واحد اخر راح نوريهم لكم باش تدو حتى منهم فكره. بهذه الطريقه هنايا بعد ما نكمل كامل لي فيغين تاوعي كيما هاك، راح نجي البنات لهذاك الفريزه اللي كنت درتها في الثلاجه، راح نحي لها غير لاصوص تاعها اللي كانت، شوفوا كيفاش طلقت هذاك السيرو باللون الاحمر، راح نديرو كتزيين. واما بالنسبه للفريزه اللي بقات لي راح نديرها في التزيين الثاني في لي فيغين الثانيين. كيما قلت لكم راهي خرجت لي كميه كبيره ما شاء الله، راح نزين بها كامل بهذه الطريقه. والتزيين يبقى اختياري، ممكن ديري مكسرات ولا ديري فريزه من الفوق حبه، يعني انت يبقى لك الاختيار. على بالي كامل مبدعات حبيباتي الغاليات، وكل واحده عندها لمستها الخاصه. شوفوا التحليه تاعنا شحال جات شابه، شحال بريستيج، من اروع ما يكون. والذوق ما نحكي لكمش يا البنات، بنينه 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 لواحد الدرجه ولا اروع. يعني مام الكريمه تاعها جايه خفيفه وتبان كي لاموس هكا، ما تجيش كامل تقهم. هذا النوع الثاني اللي قلت لكم زينته في لي فيغين اللي جايين كبار، يعني درت طبقات. الطبقه الاولى غاطو، الطبقه الثانيه درت كريمه، الطبقه الثالثه درت هذيك الفريزه اللي كنت مقطعتها، وهكا كملت الطبقات، يعني يبقى لك تزيين اختياري. كما هكا البنات هذه هي التحليه تاعنا، ان شاء الله كامل تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ان شاء الله ما نكونش صمت عليكم في الفيديو بالهضره بزاف، انا نحب نشرح كل حاجه بلي ديتاي هكا باش ما نكونش غلطت عليكم في حتى حاجه. ان شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم، تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات اخرى ان شاء الله. ورمضان مبارك ينعاد علينا وعليكم بالصحه والخير والعافيه يا رب، وسلام.